تعتبر خادعة أثرية في القرن العشرين، تمثال راس الملكة نفرتيتي. في الفترة الأخيرة وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير زادت المطالبات بعودة الملكة لوطنها. طب ازاي أصلا التمثال ده خرج من مصر؟ سنة 1912 في آخر أتن أو تل العمارنة دلوقتي، عالم الآثار الألماني لودفيج بورشارد وفي ورشة النحات تحتمس لقى تحفة ما كانش مصدق إنها موجودة، راس نفرتيتي. وفي لحظتها عرف إن القطعة دي لا تقدر بثمن، وقرر إنها لازم تروح معاه على ألمانيا. في الوقت ده كان في اتفاقية على تقسيم الآثار بين البلد المستكشفة ومصر بنسبة متساوية، فلجأ بورشارد للحيلة، وده حسب الوثائق الألمانية كمان مش المصرية بس. إن في اجتماع تقسيم الآثار بورشارد قابل مفتش الآثار الفرنسي جوستاف لوفيفر، وكان عارف إن لوفيفر هيموت على لوحة ملونة للملك إخناتون مع عيلته، فبذكاء عمل قائمتين للقطع المكتشفة، قائمة فيها اللوحة وقائمة دفن فيها تمثال نفرتيتي. ولما جاء وقت عرض التمثال وراله صورة ليه بإضاءة ضعيفة جدا، وكتب في التقرير الرسمي وقال إن التمثال مصنوع من الجبس الرخيص مش من الحجر الجيري النفيس، لأن كان بيحظر خروج القطع المصنوعة منه من مصر. لوفيفر اتخدع واختار القائمة اللي فيها اللوحة، وبورشارد هرب بالكنز العظيم وخبى التمثال في بيته لمدة 10 سنين. أول مرة يتعرض التمثال للجمهور في متحف برلين كان سنة 1933، نفس سنة وصول أدولف هتلر للسلطة. هتلر وقع في غرام التمثال واستخدمه في البروباجندا النازية، واعتبره رمز الجمال للعرق الآري رغم إنها ملكة مصرية، ورفض بعد كده كل محاولات مصر لاستعادته. ولحد النهاردة المحاولات المصرية مستمرة، والمعركة على رجوع الملكة ما خلصتش. لو قصقصة النهاردة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.